ذنب معين مسيطر عليا وزهقت وكرهت نفسي منه، اعمل ايه؟ لو في ذنب معين مش عارف توقفه وحاولت 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 ومش عارف توقفه، مطلوب منك حاجتين، ركز معايا. الحاجة الأولانية، اوعى تمل من التوبة والاستغفار، حتى لو بتغلط كل يوم وتندم وتستغفر وترجع، اوعى توقف، اوعى توقف توبة واستغفار. إن الله لا يمل من المغفرة حتى تمل من الاستغفار ولو 100 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة: يا عبد الله لا تيأس، إن أسأت 9 مرات أن تحسن واحدة، والحسنة ب10 أمثالها فيقبلك الله عز وجل. المشكلة إيه؟ إن الشيطان بيقول لك لا أنت وحش قوي، مفيش فايدة، أنا كرهت نفسي أنا ونبدأ في جلد الذات. هفضل استغفر وأتوب إلى الله. الحاجة التانية، تروح لربنا متذللا تقول له مش عارف أبطل، مش عارف أوقف الذنب، تتذلل، أنا عبدك، خرج الذنب من قلبي، مش عارف، وتعيط له. عمال استغفر واتوب، بتذلل لربنا يخرجه من قلبي. والله العظيم لو عملت الاتنين دول والله العظيم هيخرج. ليا صديق، هذا الصديق كان واقع في ذنب شديد كبيرة وبيعمل الاتنين دول. بيقول لي والله انتشلني ربنا من البيئة اللي أنا فيها بعد 2 من التذلل والرجاء والدعاء ومحاولة التوبة وارجع وما بزهقش، خدني وقام رميني في بيئة تانية رائعة بعد ما كنت في مكان وحش وشغال، هو شغال في الفندقة، قام واخدني من المكان اللي انا فيه وراميني في المدينة المنورة في فندق من الفنادق اللي هناك بفلوس اكتر، يعني اداني فلوس اكتر وهو بيتوب عليا. روح له قول له انا عبدك ومش عارف اتوب، عيني، عيط له، اصدق معاه، ان تصدق الله يصدق.